السودانيين كلهم بسلم عليهم، بقول لهم السلام عليكم ورحمة الله. أنا أخوكم من السودان وأنا خريج جامعة خرطوم. عندي رسالة بسيطة بس لأخواني اللي وراي، إنه الغربة ما حلل، إنه هنا الإنسان مجرد رقم. ده السكن اللي عايش فيه أنا ليس أنا، وده باعتباره أفضل من ناس كتار هنا. ده الشنطة اللي شايفينها جبل بشكير، دي شنطة فيها شهادات من جامعة الخرطوم. الواحد يتأسف يقول كده. ده السكن اللي عايش فيه أنا. الفرش اللي انتوا شايفينه ده الفرش البنوه فيه لي سنين في الأرض. الواحد بيسأل إنه يا أخي أنا يعني ده غدري لأنه أنا سوداني؟ يعني لو كنت مثلا أوروبي ولا أمريكي ولا دنماركي كان الأوضاع حتكون متغيرة ولا حيكون نفس الموضوع؟ المهم أنا ما قادر أغير الأوضاع دي لأنه في 12 نفر هناك أحلامهم علينا ده. طبعا دي يعني ما في إنسانية نهاية السكن ده، أنا عارف الكلام ده، لكن أنا في أشياء كثيرة طبعا بتجبر الإنسان، بتخليه يعيش ظروف زي دي، لأن في أحلام ناس متوقفة عليك. ما حصل أنا وريتهم قلت لهم، دايما بقول لهم أنا مرتاح وأنا كويس، لكن ده بس تحذير لإخواني الموجودين والجايين يجوا الغربة وبيظنوا إن الغربة هي فيها يعني جنة. أنا ما بقول لكم البلد دي وين، هي بلد من بلاد ربنا عز وجل، بلاد الدنيا، بعيدة جدا عن السودان. المهم كونه أنا هسه عندي غسالة هنا، والحديد الخاتية هناك خطي فيها الشنط دي والهدوم والمصلاية، دي نعمة. وعندي مكوى زي ما شايفين، ونايم في الأرض، وعندي ترباز الواحد قافله عليه، دي من نعم الله عز وجل. لكن هو سكن ما إنساني بأي صورة من الصور. لكن أنا مجبور، لأنه أنا رئيسي بعد 30 سنة ظهر عنده مزرعة بتاعت عنب، وإنه هو دايرني في الدنيا والآخرة إني أنا أبقى لي ضينة، وده كلام الإنسان ما بيقبله، الإنسان العاقل. نحن الله سبحانه وتعالى علم، بنقدر نقدر الأشياء الصحيحة والأشياء الخاطئة. المهم ده السكن يا شباب، واوعى زول يفارق حيو. خليكم في بلادكم برغم أي حاجة، لأنه هنا ما في حلال برضه، ونحن تبلبلنا. الشيء المؤسف في الأمر إنه الواحد ما يقدر يوري وشه، لأنه أنا أصلا ما عندي حقوق. يعني أنا موجود في الغربة في أمانة، أي بعيد من المشاكل، لكن هناك ما في قوانين. يعني لما نظهر وشي طوالي بيمشوا يحاكموا طفلي ولا زوجتي ولا أمي ولا والدي ولا أخواني. عشان كده أنا متأسف إني ما بقدر أظهر لكم وشي. لكن عايز البشير يعرف حاجة، إنه إحنا كشعب سوداني كلنا منتظرين الحساب في الدار الآخرة، لأنه إحنا ما ناس مشاكل. يعني إحنا ناس الواحد يكون مظلوم ولا يكون ظالم. وتاني حاجة إحنا ما بندمر بلدنا، لأن السودان أكبر من أي أشخاص، أكبر مننا إحنا، أكبر من مظلوميتنا نحن، وأكبر من ظلم البشير لنا. بيجوا ناس تانيين والتاريخ موجود، الله سبحانه وتعالى عنده الصحائف موجودة وكل شيء مسجل، هو اللي يشيل شيلته معانا إحنا كسودانيين. ده الأسى إن إحنا عايشين فيه. وفي أنا بقول لكم أنا أحسن حالا، كون عندي بلاط وعندي سقف وعندي نور وعندي غسالة كمان، لكن هو اللي يشيل شيلته مع ربه، لأنه في ناس كتار ماتت وهي مغبونة، نحن على الأقل حيين وبنتنفس. قد تستغربوا لو أقول لكم المحل ده في أوروبا، محل قاعد فيه أنا ده. لكن هل أوروبا هي حلل؟ ما حلل. لو أنت ما طلعت من بيتك مرتاح بترتاح في بيت جارك، وده يجوز عارف الكلام يجوز السوداني. أنا أقدر أقول للبشير نحن أفراد الشعب السوداني نحن بنحب بلدنا، لكن أنت شخص نبت شيطاني غريب. نحن كلنا في سجودنا، أنا لي سنوات بصلي وبدعي في الغرفة دي ما يعلم بها إلا الله، في بلاد من بلاد الدنيا، إنه بدعي عليك وبقول أنا يا رب
زي ما انت عادل انا داير حسابي من الراجل ده لو في الدنيا او في الاخرة. الشيء التاني اللي بقوله له، نحن ناس متعلمين كنا حنقود بلدنا للخير، لكن هو منعنا انا لا في 7 سنوات عشان وظيفة. في النهاية كنت بسوق ركشة هناك في السودان، والركشة ناس المرور كرهوني الشارع، وحتى لما صيانة حق صينة ما عندي، يعني الأمور وقفت نهائي. في النهاية كل شي توقف وبعتها خلصتها، جيت تركت أولادي لله والرسول. برضو أنا داير أقول رسالة باللغة الإنجليزية وسامحوني فيها، هي للعالم حتى يعرف مشكلة السودانيين ومعاناتهم. One from Sudan and I live here in this place. You see, this is my luggage, bags, laundry, this is my clothes, it's my iron, and this is a place which I sleep all the time, I mean nights. This is a small part of problem for people in Sudan whom they lost everything they endured in their souls. دي الرسالة كانت رسالة عالمية باعتبار لكل الأشخاص المؤمنين بالعدالة وبحرية حقوق الإنسان في كل مكان. إن شاء الله تلقى صوت يسمع. أنا أشكركم وبدعو ربنا إنه ربنا يعاقب الظالم وينصر المظلوم. شكرا لكم، كتر خيركم، بارك الله فيكم.